السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير جميعا. النهاردة اعمل لكم مربى جزر. طبعا الشتاء بيجي وكلنا بنبقى محتاجين حاجات حلوة ومربات وكيكات واي حاجة دافية واي حاجة مسكرة علشان تدينا طاقة. وعامة المربات بيبقى فيها سكر فبتبقى طعمها حلو وكمان بتدفي. فانا النهاردة هعمل لكم مربى الجزر عشان انا بحبها قوي. اول حاجة بنجيب كيلو ونص جزر، هحط عليه كوبايتين سكر. لو عندك سكر خشن يبقى افضل. لو ما عندكيش برضو يعني ما فيش مشاكل، استخدمي السكر الناعم. بس بالنسبة للجزر انا بفضل السكر يبقى خشن. وهنقلبهم في بعض كويس قوي. وهنحطهم في الثلاجة من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل حسب ما انت يعني عايزة، على الاقل 12 ساعة يعني. فعامة هنسيبهم في التلاجة ال12 ساعة دول. هنغطيهم ونسيبهم، وبعد كده هنيجي تاني يوم الصبح مثلا هنروح حاطينهم على النار من غير اي مية من غير اي حاجة زي ما هما كده. هنقلبهم ونحطهم على النار ونسيبهم شوية كده يسخنوا. هنغطي النار شوية هغطي الحلة. يعني هنوطي النار ونغطي الحلة ونسيبهم. اول ما هتلاقيهم بدأوا يغلوا كده هتلاقي المية بتاعتها ظهرت، بتاعة الجزر او بتاعة اي فاكهة انت بتعمليها مربى. وهتفضل تغلي 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 معاكي. بعد ما تغلي هتلاقيها خلاص بكت ميتها وشربتها وكل حاجة، هتلاقيها بتلمع معاكي. لازم المربى في الاخر عشان توصل لدرجة ان هي تبقى مربى لازم ان تلاقي الفاكهة او اي حاجة عاملاها مربى هتلاقيها بتلمع معاكي. تمام. هو كده بدأ لسه هيسخن، هيخش على بقى الغليان. طبعا المربى بعد ما بتغلي هتلاقي المية بتاعتها بانت، وهتقلبيها بقى تسيبيها على النار. يعني ما تقلقيش منها لغاية لما تتسبك معاكي. بصوا ميتها زادت ازاي. اول ما هتلاقيها اتسبكت هتلاقي المية دي كلها اختفت ولقيتي الفاكهة بقت بتلمع. على فكرة المربات من اسهل الحاجات اللي بتتعمل ومن اطعم الحاجات اللي بتتاكل يعني. المربى كلها ايه؟ بتحطي سكر على الفاكهة وتسيبيه ليلة في التلاجة وتحطيه على النار. اول ما هتلاقيه بدأ يتسبك هتديله عصرة ليمونة، بتاكلي احلى مربى. والله احلى من اللي في السوق 100 مرة. يعني مهما تجيبي من السوق عمرها ما هتبقى في طعامة الفاكهة اللي انتي منقياها وغسلاها ومنضفاها وعاملاها في البيت. عمر اي حاجة من الشارع ما بتبقى بطعامة حاجة البيت. هي كده خلاص اتسبكت معايا وبدأت تلمع، خلاص هديها نص الليمونة. طبعا انتي لو عاملة كمية كبيرة هتديها ليمونة كاملة حسب الكمية اللي انتي عاملاها يعني. فهنقلبها وخلاص كده هنطفي عليها وهنسيبها تبرد خالص. هي بتلمع كلها اهي تمام، مفيهاش ميه خالص اهم حاجه، وبتلمع معايا تمام التمام. عايزه تضربيها بالهاند بلندر اضربيها، انما انا ما بحبهاش مضروب، انا بحبها كده. يعني مربة الجزر دي مزاج عندي ان هي تبقى كده من غير ما تتضرب. يعني انا في فاكهه بضربها وفي فاكهه ما بضربهاش. هنسيبها تبرد خالص، بعد كده هنحطها في العلبة بتاعتها. وهنسيبها طبعا العلبة تكون ناشفة، ما تحطهاش في العلبة وهي سخنة عشان ما تبخرش العلبة وتبوظ منك. فلازم تبرد قبل ما تحطيها. يا ريت اللي وصل هنا يصلي على رسول الله ويذكر الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. بحبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.